قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. الإفلاس يتهدد الدولة الجزائرية بحلول العام 2029. خلاصة توصل إليها تقرير جديد لمركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني تحت عنوان الجزائر ستصبح أقل الدول العربية ثراء. المصدر ذاته تنبأ بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجزائر خلال السنوات القليلة القادمة بسبب الاعتماد التام لاقتصادها على صادرات النفط والغاز التي بدأت أسعارها في العودة إلى مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية الروسية، إضافة إلى زيادة المعروض العالمي وتوجه الدول نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار يعتمد الاقتصاد الجزائري أساسا على الهيدروكربورات التي تمثل حوالي 90% من صادرات الجزائر إلى الخارج في العام الماضي، عكس المغرب وتونس اللذين تمكنا من خلق اقتصاد متنوع وتنافسي يشمل قطاعات متعددة على غرار القطاع الزراعي وصناعة النسيج والسيارات والطيران وكذا السياحة، واحتل على إثر ذلك مراكز متقدمة على مستوى توفير مناخ جيد للأعمال. ووفقا للتصنيف الأخير لبنك التنمية الإفريقي الصادر في نوفمبر الماضي، وقد احتل المغرب الرتبة الثانية بين دول القارة من حيث التصنيع، بينما اكتفت الجزائر بالرتبة 11، كما سجلت خلال سنة 2021 أدنى نصيب للفرد من الناتج الداخلي في المنطقة المغاربية، إذ لم يتجاوز 3691 دولارا. وتوقع نفس المصدر أن تتربع المملكة المغربية على عرش الدول المصنعة في إفريقيا خلال السنوات القليلة القادمة، إذ تقل الفجوة بينها وبين صاحبة الرتبة الأولى جنوب إفريقيا عن 1%، مؤكدا أن الاقتصاد الأخير هو الآخر آخذ في التدهور. وبالعودة إلى الجزائر، سجل مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني أن هناك تخلفا جزائريا في الالتحاق بالركب الاقتصادي الذي يقوده المغرب على المستوى المغاربي، حيث أن هذا الأخير احتضن سنة 2021 ما يصل إلى 56 شركة من بين أكبر 500 شركة في القارة الإفريقية، متجاوزا بذلك عددا من الدول على غرار مصر، في حين لم يتعدى عدد الشركات المستثمرة على الأراضي الجزائرية 12 شركة. وخلص المركز إلى أن السياسة الاقتصادية غير الفعالة التي تنتهجها الجزائر في غياب إصلاحات كبرى وعدم كفاية الموارد الطبيعية لإخفاء الواقع الاقتصادي لهذا البلد سيدفعها حتما إلى الاقتراض الخارجي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتجنب تكرار سيناريو فنزويلا الدولة النفطية هي الأخرى.